5 اسباب هم المسؤولين بشكل اساسي عن ثبات وزنك وانت بتعمل دايت. خلينا في البدايه نفهم، بعد اول اسبوعين او 3 من بدايه الدايت جسمك بيبدا ينزل في الوزن، وده في الغالب بيكون احتباس سوائل وميه تحت الجلد. بعد كده تبدا تحس بثبات وزن، لان جسمك في الغالب بدا يكيف نفسه بسبب قله المغذيات اللي هو بدا ياخدها من الخارج، علشان كده بدا يقلل معدل الايض علشان يقلل معدل الحرق. يعني تقدر تقول بدخل نفسه في مرحله طوارئ علشان يحافظ على طاقته. السبب الاولاني هو الاكل الصحي الزائد عن الحد. انا واخد بالي ان المكسرات والافوكادو وزيت الزيتون ده كلها حاجات صحيه، يعني اكتر منها زي ما انا عايز، انا متفق معاك، ولكن خلي بالك ان دي مغذيات ولها سعرات حراريه، يعني الاكل منها بكثره يعمل لي زياده في الوزن، ده غير انها ممكن تكون سناكس ومضافه على هيئه حصه في النظام الغذائي بتاعك. السبب الثاني هو نقص كميه البروتين اللي بتاخدها في نظامك الغذائي. خلي بالك ان البروتين مهم جدا، يحافظ على الكتله العضليه عندك ويمنع احتباس السوائل. عضلاتك مهمه اصلا علشان تزود الحرق حتى وانت نايم، يعني الكتله العضليه غير انها مهمه بتزود الحرق حتى وانت نايم. السبب الثالث هو قله النوم والتوتر. خلي بالك ان قله النوم والتوتر بشكل مستمر يزود هرمون الكورتيزول، وده يعمل احتباس سوائل تحت الجلد، كمان يزود تراكم الدهون في منطقه البطن، فخلي بالك من النقطه دي كويس. السبب الرابع هو انك تمارس تمارين رياضيه خاطئه او تمارين روتينيه. ما تعودش جسمك على تمرين معين، ابدا غير فيه وزود من شدته. ممكن تدخل كارديو في الصباح وتحافظ عليه، وكمان تدخل تمارين المقاومه لانها مهمه جدا عشان تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك. السبب الخامس والاخير هو التقلبات الهرمونيه او بعض الحالات المرضيه او بعض الادويه. مهم جدا تاخد بالك من نشاط الغده الدرقيه لانها ببساطه بترتبط بشكل كبير بزياده ونقص معدل الحرق. علشان كده بنصح الاشخاص اللي عندهم زياده مفرطه في الوزن قبل بدايه النزول في الوزن يعملوا بعض التحاليل، من ضمنها تحليل الغده الدرقيه. كمان بعض الحالات المرضيه ممكن تسبب ثبات في الوزن زي تكيسات المبايض، وبعض الادويه اللي هي ممكن تعمل كده زي ادويه الكورتيزون وغيرها كتير من الادويه. في النهايه ثبات وزنك في الدايت مش معناه ان نظامك الغذائي فاشل، ولكن دي بتكون رساله من جسمك ليك عشان تفهم كويس وتتعامل معاه صح، وان شاء الله تنزل في الوزن. يا ريت لو حد مر بالمشكله دي يقول لنا في التعليقات هو تغلب عليها ازاي، ولو في اي اسئله سيبوها في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. وما توفيق الا بالله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.